السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة فالسبورت. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وحصري. توصل نادي المحامين بالمغرب برد من الهيئة القضائية للفيفا بخصوص الشكاية التي تقدم بها بشأن الأحداث التي عرفها افتتاح كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر. وقال مراد العجوطي رئيس نادي المحامين في تغريدة على تويتر أن الفيفا أكدت توصلها بلا الشكاية المقدمة من طرف نادي المحامين في المغرب بخصوص الأحداث التي عرفها الحفل الافتتاحي لبطولة الشأن في الجزائر من تمرير لرسائل سياسية وهتافات عنصرية في خرق لمقتضيات المادة 60 من لوائح الفيفا. وأكدت الهيئة المذكورة في مراسلتها على اللاأهلية القانونية لنادي المحامين بالمغرب، وذلك تماشيا مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 52 من مدونة التأديب، والتي تنص على أنه يجوز لأي شخص أو هيئة أن يلفت انتباه الهيئات القضائية للفيفا إلى سلوك يعتبره مخالفا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم شريطة أن تكون الادعاءات مكتوبة. كما أشارت المراسلة إلى أن لجنة التأديب شرعت في التحقيق في القضية بناء على شكاية نادي المحامين الذي تقدم بها بتاريخ 19 من يناير من الشهر الجاري، مؤكدة إلى أن الملف القضية يحمل رقم 13973. يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للإعلان عن اسم البلد الذي سيقوم بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك بعد سحب تنظيم المسابقة من غينيا. وكان من المقرر أن تستضيف دولة غينيا كأس الأمم الإفريقية 2025، غير أن الكاف قرر سحب منها تنظيم البطولة بعد عدم جاهزيتها لاستضافة هذا العرس الكروي الكبير في القارة السمراء. وكشف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيترز موتسيبي في ديسمبر الماضي عن قائمة تضم 5 دول ترغب في استضافة البطولة، وهي المغرب والجزائر وبنين ونيجيريا وزامبي، حيث سبق وأن قامت اللجان التابعة للاتحاد الإفريقي بزيارات الدول ال5 المرشحة لاستضافة كان 2025 خلال شهر يناير الجاري. ومن المقرر أن يعلن الكاف عن البلد المنظم يوم 10 من فبراير المقبل عن اسم الدولة التي وقع عليها اختيار الكاف لاستضافة كأس الأمم الأفريقية. ويملك المغرب أقوى ملف بين الدول ال5 المرشحة لتنظيم البطولة القارية، ويحظى بثقة كبيرة لدى مسؤول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحادات الأفريقية، ويرجع ذلك لقدرته على تنظيم البطولة بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى خبرته الواسعة في استضافة العديد من الأحداث والمسابقات الرياضية، وخاصة بطولات كرة القدم سواء القارية أو العالمية، بعدما سبق له تنظيم كأس العالم للأندية وكأس إفريقيا للمحليين وبطولة كأس إفريقيا للسيدات، إلى تجنب ترشحه لاستضافة كأس العالم لعديد من المناسبات.